مساء الخير يا جماعة. النهاردة ده جهاز صاع دبان وناموس، هنغير له اللمبة لأنها محروقة. اللي احنا نقدر نبص عليه إن أهم حاجة نفضي الشحنة زي ما انتوا سمعتوها كده. ده بنفضي الشحنة زي المكثف والحاجات دي لازم نفضيها. بعد كده نقدر نفك ونشتغل عادي. نتمنى ان احنا نكون فهمنا الحتة البسيطة دي اوي. نبدأ بعد كده بنغير الغطا او بنفك الغطا العلوي. الكفر دي سلسلة بنبقى يتعلق منها او حاجة في الغطا العلوي دي، فيه مسامير بنحاول نفكها عشان نوصل للدايرة الكهربائية بتاعتها اللي نقدر يعني نخلصها او نفكها من الدايرة. احنا هنا بنفك الكفر الخارجي او الغطاء الخارجي اللي هو الكراون العلوي ده، وبعد كده بنبص نلاقي عندنا الدايرة الكهربية ظهرت قدامنا دلوقتي. دي اللي هي بتكبر التيار الكهربي وبتعمل الصعق. بنبدأ نفكها. بعد كده السيفتي كفر اللي هو الخارجي، واحنا بنشيلها بنلاقي طرفين، في طرف راكب دايركت مباشر والطرف التاني اهو كان تحت البوردة نفسها ماسك الجزء الصغير اللي انا فكيته ده. بكده نبدأ نفك الخلاف الخارجي، الغلاف الخارجي اللي هو بيعتبر سيفتي كفر للكور الداخلي اللي فيه الكهرباء. بنفك الصواميل زي ما احنا شايفينها من بالطريقة دي بمفتاح او بنسة، وكده بنسلك الغطا. وطلع دلوقتي القلب الداخلي اللي هو الكور نفسه، وانا ماسكه عادي بقى خلاص لان ما عادش فيه تيار كهربائي او احنا فضينا الشحنة خلاص. بنحاول نسلكه من القاعدة ونمسك زي ما انتوا شايفين الدويل، وفكينا اللمبة خلاص، وبنجيب لمبة تانية وبنركبها مكانها. اللمبة دي يا ريت هي دي 9 واط اللي كانت متواجدة، يا ريت 3 واط أو 6 واط. كل ما كان الضوء أقل كل ما بيجذب الحشرات أكتر، لأنه بيبقى إن هما بيروحوا اللون الأزرق والخافت. دي 9 واط، فيا ريت يبقى 6 أو 3. هي اللي كانت الأصلية 3 بس ما لقيتش إلا 9. بنحاول نركب الدويل ده، على فكرة بيبقى من المواد العازلة القوية جدا، يعني مش نحاس ولا بتاع، ده سيراميك عادي او خزف زي ما بيقولوا، وبنركبه زي ما كان. ده جاي بيه فبنحافظ عليه، لان اي معدن في المنطقة دي بيبقى صعب، واي حاجة بتبقى فيها حرارة فمش هينفع مع البلاستيكات والحاجات اللي هي التعبانة دي. بنثبت الدويل تاني بمادة لاصقة زي ما احنا شفنا، انا بخيت وحطينا المادة اللاصقة. وبنرجع نركب الكور اللي هو فيه الكهرباء وبنتأكد ان هو له مشقبيات كده اهي، بنحاول نكون عدلة، وبنركبها في الغطا اللي فوق او الكفر بتاع الغطا. احنا كده خلاص بنركب، تنيناهم اهم خلاص، وبكده نبقى تقريبا شبه توصيل للدايرة. في الاخر خالص بنرجع نركب الكفر ده، بس واحنا بنركب فيه عند المفك وزي ما انتم شايفين في دليل. الدليل ده لازم الدايرة اللي هي بتاعت الكور او القلب يكون جواه عشان ما يلامسش الغطا الخارجي يوم يوصل التيار الكهربائي. دي اهم حاجة في الموضوع ده او في الملحوظة دي. واحنا بنركب لازم نبقى شايفين الموضوع ده، يعني واحدة واحدة بحيث تركب الكفر الخارجي. احنا التلاتة جايد ركبناهم، بننزل بدي شوية بس بنبص من تحت. وانت بتكبس او انت بتكبس لازم نخلي دي في الدليل تحت، يعني هو كده معوج. ايوه، ادي واحدة ركبت. لو بصينا هنا بالمفك ده كده، دي راكبة في الجايد بتاعها اهو، في القاعدة، في البيز دي او القاعدة دي. ده دليل ليه؟ عشان لو حد شال غلط من فوق دي اللي فيها الصعق ما تلمسش في السيفتي كفر. فده دليل تحت بيبقى محطوط، بنزقه كده وبنكبس يبقى هما كده راكبين. مش عارف المنظر كاميرا باينة ولا لا. اهو راس المفك عليها اهو، ده راكب في دليل اهو، ده راكب في دليل، لان الشحنة هنا، الشحنة على الكور اللي جوه، القلب اللي جوه. خلصنا عن نربط بنفس النظرية وهنركب الصواميل. دول طرفين الكهرباء، في طرف واصل اهو
للشبكة الداخلية، الكور اللي جوه او القلب. الطرف التاني هنحطه فين؟ مع الشبكة بتاعت الصعقة. ولو بصينا جوه في ثقب صغير اهو هنحط فيه. دول الطرفين الكهرباء اللي جايين بعد تكبيرهم بالطريقة دي. ايه اللي هنعمله؟ هنحط على دي بس عشان دي البوردة ما تعملش حاجة، كفر عليها كده زي ما كانت موجودة، لان دي حاجات مهمة عشان دي هتيجي فوقها كده عشان ما تلمسش اي حاجة. هناخد دي في الثقب ده عادي بسلك الكهرباء الفردة التانية اهي، وكلهم هيتحطوا في الثقب ده. وكده وصلنا الطرف ده الطرف التاني بالكهرباء بنفس المسمار ده، وبنربط بنفس الطريقة. حتة العازل او الشكرتون دي بتبقى تحت المسمار ده علشان ما يوصلش فيه كهرباء واصلة للبوردة ما يأثرش عليها، ولازم نطمن عليها بالظبط كده ان هي محطوطة صح، لان لو وصل يبقى الكهرباء هتوصل لده، وفي الحالة دي يبقى الصعق بقى هنا مش جوه. خلصنا دي وتمام، مفيش مشاكل. بنركب الغطا تاني ونبدأ نثبته ونوصل ونشوف احنا هنعمل ايه. وبعد ما نركبه بنتأكد ان القاعدة اللي تحت، ان التلاتة جايد اللي تحت ماسكين الكور اللي جوه واللمبة متركبة. وبكده بنركب الغطا الكفر الخارجي اللي هنبقى نشيل منه. ده اخر مسمار بيركب. هنعيد على اللي موجودين، كنت واخد بس بوش عشان نلقط الغطا كده. بنربط بقى عشان ما يفكش او يحصل. بكده يا جماعة احنا وصلنا خلاص. هنعمل تيست بسيط عشان نبقى مطمنين. معلش هفصل الإضاءة وهوصل الصاعق اهو، واعرف ان هو شغال ولا لا. حتى لو في كهرباء ممكن افصله، او لزيادة سيفتي مور او مور سيفتي، يعني الكهرباء خلاص نعرف هو كده يبقى جاهز ازاي. حتى لو بعتناه يتصلح عند اي واحد متخصص وبنجيبه، اعمل تيست عنده. بتمد مفكة بايد معزول ونضرب. خدوا بالكم من الضربة دي، هي دي الصعقة اللي بتيجي. ده احد الانواع من صواعق الدبان او الناموس. في صواعق بتبقى جوه الغرف زي مضرب التنس ده مفرغينه خلاص عشان هشتغل فيه الصيانة اللي جاية، وبيتم قعدته. بياخد كهربته هنا، باور بتاعه دي سي من بطارية صغيرة كده جواه. هنعمل له صيانة ونغير الباتري اللي جوه، وبيشتغل نفس النظرية. وساعتها برضه هنوريكم الصعقة بتبقى ازاي. نتمنى لكم كل خير.